الفيديو ده مش بس هيعلمكم ازاي تعرفوا تعملوا كيكة سنيكرز بطبقاتها التحفة، لكن كمان هتعرفوا ازاي تعملوا طبقات لأي كيكة انتوا عايزين تعملوها بكل سهولة كأنكم محترفين. وفي ناس سألتني ازاي يعملوا دريبنج للشوكليت كأنه شمع سايح. النهاردة لقيتها فرصة كويسة قوي، بعد ما زينت الكيك قلت اعملها لكم عشان تشوفوها. لو اول مرة تشوفوا القناة، انا اسمي رشا سمير. لو حبيتوا وصفة النهاردة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، ويلا بينا نبدأ. أول حاجة هبدأ بيها السبونج كيك، وهي عبارة عن 5 بيضات كبار بحرارة الغرفة طبعا. هضيف عليهم كوباية إلا ربع سكر أو 160 جرام، وهسيب لكم المقادير في صندوق الوصف بالجرام والكوباية. الأفضل إني أضرب البيض وأنا بحط السكر عشان ما يعملش تكتلات صفرة صغيرة كده ما تدوبش، واللي هو بيتسمى حرق البيض أو حرق صفار البيض. فاضربوا البيض الأول وحطوا السكر عليه وهو بيتضرب أفضل عشان تتفادوا حرق البيض. وبعدين هحط عليهم معلقة كبيرة فانيليا، وهضربهم لحد ما يبقوا 3 أضعاف الحجم ولونهم فاتح قوي كده. دي اسمها الريبن ستيج، اللي هو ارسم شكل حرف الايد كده يفضل ظاهر معايا وما يختفيش بسرعه. كده معناها ان البيض جاهز معايا واقدر اضيف عليه الدقيق. بعد كده هضيف الدقيق اللي هو برضو 160 جرام او تقريبا كوبايه وربع، عليهم معلقتين كبار كاكاو هنخلهم عليهم كده، وهحط عليهم معلقه كبيره بيكنج باودر. على فكره انا بحط البيكنج باودر معاكم في الفيديوهات، لكن ما دام البيض وصل للمرحله اللي شفتوها دي مش محتاجين ابدا تحطوا اي مواد رافعه. هضرب على اقل سرعه لحد ما الدقيق يختلط. بعد كده هضيف ربع كوبايه زيت، وهقلب بقى بالسباتشل عشان مش عايزه اقلب كتير بالمضرب. اتاكد ان كله اختلط كويس قوي، والفرن عندي سخن على درجه حراره 170 او 175. هفردهم في صينيه مقاس 30 في 40، وهحطهم 10 دقايق بس في الفرن مش اكتر. ما تزودوش عن كده علشان احنا بنفرد طبقه رفيعه جدا من الكيك، فلو قعدناها اكتر من كده في الفرن ممكن تنشف معانا بسهوله. ف10 دقايق من 12 دقيقه بالكتير قوي وخلاص على كده. تعالوا بقى نجهز الكراميل. عندي 230 جرام سكر أو تقريبا كوباية كبيرة. أنا بحطها شوية شوية، أسيحهم الأول وبعدين أحط الباقي. كده هيبقى أسهل ليا إن أنا أسيح السكر. طبعا لو عندكم صوص بان كبيرة عندي أوسع، تقدروا تفردوا السكر أكتر، هيبقى أسهل لكم. على نار هادية جدا جدا. أنا عايزة السكر يسيح وفي نفس الوقت ما يمررش ولا يتحرق معايا. ده سر الكراميل اللي مش ممرر الناجح. بعد ما السكر يدوب تماما هحط بقى عليه 100 جرام زبدة، ما يعادل تقريبا نص كوباية، وبعدين هتلاقوه فصل كده وتكتل، ما تقلقوش خالص. هضيف عليه بعد كده 160 مللي كريمة أو تقريبا 3/4 كوباية، وهحطهم على النار وهسيبهم يغلوا لمدة من 3 ل4 دقايق عشان أتأكد إنه وصل للقوام اللي أنا عايزاه. بحط شوية كده منه، كام نقطة كده في مية باردة جدا، كوباية مية باردة. لو لقيتوا النقط اللي حطيتوها دي ما دابتش في الكوباية بس في نفس الوقت باردة وطرية جدا، أنا عايزاه طري مش عايزاه ناشف، فلو لقيتوها طرية معناها إن هو كده وصل للقوام المناسب. لو لقيتوه بيدوب خالص في المية معناها إنه محتاج ثواني كمان. بعد كده هضيف عليه 200 جرام فول سوداني محمص، ومعلقة ملح صغيرة، ومعلقة فانيليا، وهسيبهم على جنب يبردوا. الكيكة بقى عندي فورمة هنا أقدر أقطع على حسب الحجم اللي أنا عايزاه. أنا هقطع مقاس 16 سنتي، قطعت 3 دواير كبار، والرابعة بقى هاخد البواقي بتاع الكيك ده وهقطعه، هلمه على بعض كده وهعمل منه دايرة، فيبقى عندي طبقة رابعة. بص الكيكة طالعة طرية ازاي. انا بعد ما بسيبها تبرد خالص بغطيها كويس جدا عشان ما تنشفش، واسيبها لتاني يوم في حرارة الغرفة. لو هتسيبوها اكتر من كده يبقى افضل تسيبوها في الفريزر وهي طبعا متغطية كويس عشان ما تنشفش. لميت بقى القطع كلها وقطعتها كده علشان تدخل في بعض كويس، وبعدين هقطعها عشان يعمل لي ديسك رابع كده. كلهم هيطلعوا متساويين وشكلهم حلو قوي. لطبقة الكريمة بحط 50 جرام جبنة كريمي، عليهم معلقة سكر بودرة، وهضربهم على أعلى سرعة والجبنة تكون باردة عشان ما تسحش مني. بعد كده هضيف لهم 200 ملي كريمة ومعلقة كبيرة فانيليا، وهضربهم لحد ما يثبتوا. هنا لسه مش ثابت. بصوا أول ما توصل للقوام ده وتثبت كده ما تضربوش زيادة عشان ما ترجعش تسيح معاكم. للجناش بقى عندي شوكولاته غامقه وشوكولاته بحليب، حطيتهم ميكس كده مع بعض وحطيت عليهم كريمه. الشوكولاته والكريمه بيبقوا قد بعض، يعني لو 200 جرام يبقى 200 مللي كريمه، وهسيبهم يبردوا. ممكن لو مستعجلين تحطوهم في التلاجة، وبعد كده هطلعهم واضربهم بالمضرب عشان يبقى فيه كده هشاشه.
كده جهزنا الطبقات كلها. انا عندي البورد شايفين الصغيره دي فايدتها ان انا لما اجي اغطي الكيكه بالشوكولاته تنزل كده من على الجوانب وتنقط، فهي اصغر شويه من حجم الكيك. بحطها بقى في الفورمه بتاعتي او احط الكيكه في اي صينيه انا قصيت بيها، وده السر اللي هيخليكم تعملوا طبقات لاي كيكه بكل سهوله. ممكن تحطوا جوه الصينيه كيس بلاستيك تحطوا جواه الكيك عشان تطلع بسهوله، او اللي هو الاسيتيت تلفوه حواليه. هزين بقى كده بالجناش الاول، وهعمل حرف كده هعليه شويه عشان احط جواه الكراميل وما يطلعش بره الكيك. السيرب اللي بسقي بيه الكيك هو عباره عن 3/4 ميه مغليه دوبت فيهم معلقتين كبار كاكاو ومعلقه كبيره نسكافيه، بيدي طعم حلو قوي قوي للكيك. انا عملت واحده تانية غطيتها بالشوكولاته وسبت لكم الصور بتاعتها، للاسف انا مش عارفه احط الفيديو، بس انا كل اللي عملته اني جبت شوكولاته حطيت عليها معلقتين زيت، وهسيب لكم المقادير، وحطيت عليها سوداني مطحون. وبدل ما اغطي الكيك وازينها بالكريمه انا زينتها بالشوكولاته دي، حطيتها على شبك وحطيت عليها الشوكولاته وسبتها تغطيها كلها من كل الجوانب. طعمها سنيكرز جدا. تاني طبقه حطيت كده الكريمه حوالين الكيك من بره، وبعدين حطيت جواها الكراميل وغطيتها بكل باقي الكريمه اللي انا عملتها. دي بقى بتخلي الطعم حلو جدا وبتعمل بالانس كده بين الحلاوه بتاعه الكراميل والشوكولاته والجبنه اللي جوه الكريمه دي، فبيعملوا بالانس مع بعض حلو قوي. هعيد تاني الطبقه الكراميل فوق الجناش، واخر طبقه بقى هلزق الطبقه المكسوره كده في بعضها. ما تقلقوش خالص منها، هي سهله جدا، ولو بتستعملوا فورمه زي دي مفتوحه من تحت فانتوا مش مضطرين تحطوها من فوق، ابداوا بيها خالص خلوها تحت خالص عشان تمسك القطع المتكسره دي في بعض كويس قوي. بس انا عشان هقلبها ما عنديش مشكله احطها فوق. طبعا في ناس كتير بتستعمل صينيه مقفوله من تحت فلازم كده كده هيقلبوها، فخلوها هي على الوش لو هتقلبوها. بعد كده بسيبها بلفها كويس جدا وبسيبها في الفريزر ساعتين. انا سبتها طول الليل، وهقلبها بقى بعد ما اشيل عليها البلاستيك، وهشيل بقى البورد الصغيره دي لو كنت هنزل عليها الشوكولاته اللي قلت لكم عليها دي دريبنج على شبك كنت هخليها بيها كده عشان ما تتكسرش. وهشيل كده هسلك الاول بسباتيولا كويس قوي، وبعدين هفك الفورمه. وبصوا بقى المنظر بتاع الطبقات عامل ازاي. الكيكه عندي بارده جدا عشان اقدر ازوقها بكل سهوله. هنا خدت شويه من كريم شانتيه، اي نوع كريمه سايله او كريم شانتيه بودره، حطيت عليه شويه من الجناش وقلبتهم، وهعمل بيهم اول طبقه. انا هعملها مدرجه كده زي ما شفتوها في الصوره، فهعمل اول طبقه كده جناش على كريمه، وببدا من عند البورد عشان اي فراغ بين الكيكه وبين البورد اقدر اغطيه بالكريمه. تاني طبقه ما خلطتهمش قوي مع بعض عشان يبقوا شكل الماربل. وتالت طبقة هي كريمة بس، وكلهم استعملت فيهم نفس الكيس عشان كده يبقى فيه تجانس بين الطبقات او بين الالوان، يبقوا مندمجين مع بعض، ما يبقاش كل لون كده حاد قوي وباين ان هو لوحده. اخر طبقة اللي هي الكريمة يا جماعة شايفين انا برفع على فوق حرف الكيك شوية عشان ده هيسهل عليا كتير قوي في التزيين. هحط بقى باقي الكريمة من فوق، واي بنش سكريبر عندكم بالراحة جدا، انا مش بضغط خالص، انا بس عايزة اسويها ببعض، مش عايزة اشيل كتير من الكريمة. شايفين قد ايه؟ هفضل بقى اعمل كده لحد ما ابقى مطمنة كده للشكل وعجبني. شايفين الفراغات دي برجع املاها تاني كده، وبرضو برجع اعملها تاني بالبنش سكريبر بالراحة جدا من غير ما اضغط. اهم حاجة ما تضغطوش عشان الشكل يطلع حلو معاكم، واسحب على بره كده بالراحة قوي. الحرف اللي عملناه للكيكة بقى من الكريمة دي هيلحم مع الطبقة اللي فوق، فهيديني شكل برضو حلو ومنسق كده. اي برضو حتت فاضية كده بغطيها بالكريمة عشان كلهم يطلعوا متساويين، وبالراحة جدا لحد ما اوصل للشكل اللي هيبسطني واللي انا عايزاه. الحرف الزيادة بقى بتاع الكريمة اللي طالع لفوق ده برضو بالبنش سكريبر بدخله على جوه كده بالراحة جدا. انا ايدي خفيفة قوي يعني بلمس يدوب الكريمة بس، بنضفها الاول وبعدين برجع اعمل تاني كده. عموما مش مهم قوي التدقيق في الحتة دي لان كده كده هنغطيها بالكراميل. حطيت بقى شويه من الكريمه والجناش اللي اتبقى عندي وردات. لو هتعملوا دريبنج وعايزين تعملوا شوكليت دريبنج الاول يبقى ابداوا بيها قبل الوردات. وانا سيحت الكراميل مش سايح سخن والا هيسيح الكريمه، لكن يدوب يعني بس كده خليته مرن شويه معايا بحراره الغرفه
عشان كده ينزل على الجوانب، انا هسيبه ينزل هو بشكل عشوائي. لو عايزين تعملوه دريبنج حطوه في كيس برضو حلواني كده، بس من غير فول سوداني طبعا، وبرضو نزلوه بايديكم. طيب الشمع نعمله ازاي؟ ده جناش عادي جدا، شوكولاته وكريمه، شوكولاته غامقه. لو هتستعملوا شوكولاته بحليب قللوا الكريمه، ما تخلوهمش قد بعض، هي الشوكولاته والكريمه قد بعض. الشوكولاته عندي غامقه، انا عايزاها تقيله شويه. الكيكه عندي بارده عشان الدريبنج لما ينزل ما ينزلش للاخر خالص ويسيح. شايفين بعمل ازاي؟ يعني الشوكولاته لازم تكون شويه تقيله. ممكن لو هتستعملوا زي ما قلت لكم شوكولاته بحليب قللوا كميه الكريمه عن الشوكولاته شويه. هبدا بقى احط الدريبنج ده، وبعد ما اعمله هرجع اعيد عليه تاني، احطه فوقيه كده. ولما ينشف بقى عايزه اقول لكم الشكل هيبقى كانه شمع سايح زي دموع الشمعه بالظبط كده. انا خلصت. بصوا الكراميل نزل ازاي، هو نزل من ناحيه واحده بس تحفه، كانه بركان يعني. اخر حاجه هزينها بقى شويه سوداني برضو مكسر كده، وهحطه على حرف الكيكه من تحت. الكيكه عندي بارده جدا، سر ان الطبقات تبان وتبقى حلوه ان انتوا تخلوا الكيكه بارده. الكيكه التانية اللي عملتها للاسف في مشكله في التصوير، بس انا حطيت لكم الصوره. انا حطيت شوكولاته وحطيت فول سوداني وشويه زيت وغطيتهم بيها كلها، وهتطلع طعم السنيكرز جدا بقى ان انتوا تحطوها على سلك شبك كده، وبعدين تغطوها كلها بالشوكولاته والسوداني. هسيب لكم المقادير بتاعتها في صندوق الوصف. وتعالوا بقى نقطعها ونشوف الطبقات التحفه. انا سبتها طبعا في الفريزر من نص ساعه لساعه عشان كده تبان الطبقات تحفه لما تقطعوها، ما تبقاش سايحه على بعض. وبكده خلصت كيكه السنيكرز. بصوا الطبقات حلوه ازاي، بصوا الجمال. الكيكه تحفه، ولو غطيتوها بالشوكولاته والسوداني بس من غير كريمه بتطلع طعم سنيكرز خطيره. اتمنى تكونوا حبيتوا الوصفه. لو حبيتوها ما تنسوش تسيبوا لي لايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس وعدوا الطبقات، وبألف هنا.